في الوقت اللي في حرب عالميه شغاله والعالم كله مشغول بيها، احنا كمصريين بنتعامل بمبدأ انا كارف. فده خلاني افكر في الموضوع بتاع النهارده، اللي هو لو بجد في حرب عالميه ثالثه شغاله وبقى فيها نووي ومصر مشاركه فيها مثلا، وخلاص الحرب بقت عندنا برضو واحنا بنضرب وبنتضرب وخلاص، يعني العالم بينتهي وداخل على نهايه العالم بجد على راي دكتور محمود صلاح. فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ الكلام ده طبعا افتراضي عشان الناس اللي بتقول لي انت هتفول والحاجات ديت، لا يعني ربنا يحفظنا ويحفظ مصر ومصر للطيران وحسام باولو. تخيل يا اخي، اصل اخر حرب عالميه العالم شافها كانت 1945، يعني غالبا ما كانش فيه تقريبا رينج لايت زي دي، ما كانتش موجوده، ما كانش في حد زي اسلام كابونجا مثلا ما كانش موجود. فبافتراض ان في حرب عالميه فعلا ثالثه اشتغلت ونهايه العالم خلاص على الابواب، فجي في دماغي شويه حاجات كده لازم اشاركها معاكم. مبدئيا كده، لو مصر دخلت الحرب او ما دخلتش حرب، السواقين هيغلوا الاجره. لو في خناقه في شوارع نيويورك، السواقين عندنا بتغلي الاجره عافيه. لو في حرب عالميه ثالثه ومصر هتشارك فيها، بلبن هيستغل الموضوع ده جامد قوي عشان يعملوا كامبين جديده، عشان يعملوا 300 منتج جديد، اللي هي المنتجات اللي اختك اللي عندها 12 سنه لما بتخش المطبخ بتعملها، اللي هي بتضيف اي 3 حاجات على بعض كده وتقول لك عملت لكم اختراع. هم بيعملوا نفس الحاجات ديت بس بيسموها بقى بمناسبه الحرب بقى، هيسموا المنتجات بتاعتهم مثلا المتفرتكه، المتخرتقه، الصاروخ. هيعملوا منتج يسموه الصاروخ ويجيبوا بيسو بلبن راكب على الصاروخ وطاير. بتوع الفيديو رياكت هيستغلوا الموضوع جامد قوي، يقعدوا يعملوا فيديوهات ويحلبوا في الموضوع بصنبنيل الواحده اللي هي نهايه العالم، ويقعدوا يعملوا فيديوهات بقى بنفس الطريقه اللي هي بتاعت ايه ده، فين اهالي رؤساء الدول دول، فين اهاليهم؟ لو لا قدر الله قنبله نوويه نزلت على النادي الاهلي، نادي الزمالك هيزعل، هيقول اشمعنى هو يتضرب وانا لا. يعني لا، انا زيه، انا زي ده بالظبط. انا نادي النووي الحقيقي، اتضرب دلوقتي. لو في حرب عالميه ثالثه ومصر هتشارك فيها، احمد فتحي هيرجع من الاعتزال وهيوقع طيارات بعرضياته. لو في حرب عالميه ثالثه محمد هاني هيشارك فيها برتبه نقيب، وهيفضل نقيب طول عمره، وكل الضرب بتاعه كل الطلقات بتاعته اللي هو هيضربها هتيجي في طيز الاخصام. تريزيجيه هيبقى سلاح مدفعيه، هيبقى ماسك جزء الصواريخ، وهيحاول كتير قوي ان هو يبعت الصواريخ ار2 في طيز العدو برضه. وزمايله هيقنعوه يا ابني ان مش هينفع، والله يعني مش هينفع، الصاروخ مش هيلف، انت مش هتعرف تلف الصاروخ. هو هيبقى مصمم برضه ان هو عايز يلف الصاروخ دوت ار2، وهتنجح معاه في مره هتيجي، بس للاسف هيكون خلص كل الذخيره وكل المخزون بتاع الذخيره بتاع الجيش كله. الشناوي سلاحه هيكون دفاع جوي، هيكون هو وشريف اكرامي، وده مؤشر ان احنا هنخسر الحرب دي. زيزو، احمد السيد زيزو هيكون دوره مهم جدا في الحرب دي، هيفرقع في وش اللي قدامه. محمد صبحي هيراهن مع اي حد ان احنا هنكسب الحرب دي وهيخسر. لاعيبه مصر كلها هتشارك في الحرب دي ما عدا واحد، ناصر منسي. فرقه المشاة في الحرب كلها هتبقى احمد العوضي بس هو لوحده. اظن دي حاجه منطقيه يعني، لان احمد العوضي كفيل باي حد يخش عليه. احمد العوضي ممكن يخش على جيش لوحده عادي، هو هيضرب وما اعتقدش ان في حد هيعرف يلمسه. وبعدين هيبقى في ميزه برضه في احمد العوضي ان هو هيقعد يشتت العدو، هيقعد يقول لهم جمل هو يسالوه يعني ايه، محدش هيفهم، فده هيفيدنا ان هو هيشتت العدو. بتخيل جامد لو في حرب عالميه ثالثه ومصر هتشارك فيها ان محمد رمضان هينضم، هيبقى هو اول واحد هيتجدعن وهينضم للحرب دي. بس كل ما يضرب حد يقوم عامل كده، بقعد اتخيل كده محمد رمضان هيقوم ضارب واحد ويقوم عامل او مثلا يقوم ضارب واحد ولما الطلقه تيجي بقى مظبوطه بالظبط يقوم مثلا ناطط وعامل الحركه بتاعته اللي هي البروليه دي، وبعد ما يخلص بقى على كل المجموعه اللي هو كان داخل يخلص عليهم مديهم واحده مافيا وعامل كده برده تاني بس الناحيه التانيه. عسيل هيعمل اعلان لبنك، بنك الدم. المهم اهم حاجه يكون فيها بنك، ده في حرب وفيها نووي، وهيكون معاه في الاعلان طبعا بهاء سلطان، ويقوم داخل قايل لهم يا مصر بتعمل ايه ازاي؟ مصر هترد عليه وتقول له اسكت شويه لان انا مش عارف اعمل حاجه، اهدى شويه. هشام ماجد وشيكو وفهمي هيرفعوا قضيه على العالم كله، لان الحرب العالميه الثالثه ديت حاجه بتاعتهم هي، هيرفعوا قضيه ملكيه فكريه عليهم ويطالبوا بيهم ان حقوق ملكيه المكاسب بتاع الحرب هم اللي ياخدوها. واحد بس من الممثلين اللي يمتلك سلاح ردع جامد قوي في اغراء واغواء العدو وهو الفنان محمود البزاوي. في واحد هيكون دوره مهم جدا في ارض المعركه، احمد غزي. الفنان حسن الهلالي ابو شنب هيحاول ان هو يروح ينضم للحرب بس هيطردوه. تامر حسني هيشارك في الحرب بكذا دور، هو اللي هيعمل الخطه، هو اللي هينفذها، هو اللي هينزل يضرب، هو اللي هيكون سايق الطياره، هو اللي هينزل ياخد اللي ما ماتوش كاسرى، هو اللي يروح يحبسهم، هو اللي هيحاكمهم، هو اللي هينفذ العقوبات كلها، هو اللي هيتفاوض مع الناس اللي عايزه تتفاوض. حماقه يقعد يحذر العالم كله يا جماعه ما بلاش الفواصل بتاعه الحرب كده، يعني بين كل غزوه والتانيه كده هيكون عمرو سعد هيدخل هو اللي هيغني الرباعيات بتاعه اللي بين الفواصل بتاعه الحرب. تامر الجيار هياخد الحرب في حته تانيه. مؤمن الديب هيعمل مهرجان حلال بدون مزيكا
بس هيكون سارق اللحن عادي، السرقه عادي في الموضوع ده، وهيعلي الاوتوتيون على الاخر بتاع الفروتي لوبس، هيجيب اخره، هيدمر الجهاز، وهيكون بيصور الكليب في الاستوديو زي يعني هيصور الكليب في نفس الحته اللي انا ببقى قاعد فيها ديت عادي بكاميرا اوبو اف 9، وعامل افكتات على كاب كات اللي هي الافكتات بتاعت الالوان الكتير دي، وبيقعد يعكس يعمل ميرور للفيديو على اساس كده ان راح لوكيشن تاني، والكلمات بتاع الاغنيه تكون الكلمات اللي انت بتالفها وانت بتستحمى دي عادي. لازم تنزل تحارب وتبقى خلاص محارب، وهيبقى قلبك جامد مش زي حامد، انزل اقف في الشارع وهتبقى شجاع وبارع، لازم تاكل كويس فتت كوارع. يا زياد زازا دور مهم جدا في الحرب، هنستخدمه كساوند افكت، يعني هنقعد مثلا نحرف طوب وهو يقوم داخل عامل بوع نوهم العدو ان في حاجه بتحصل. بتوع المهرجانات هيقعدوا يعملوا مهرجانات ندب في الاخصام ويشتموا فيهم ويندبوهم ويقول لهم ايوه وتعالوا ونجيلكم، هو بس فاتهم معلومه صغيره جدا ان هم اللغه بتاعتهم مش زينا، فغالبا بس مش هيفهموهم. اثناء الحرب وهي شغاله هيظهر في مصر اشباه رؤساء الدول، دي حاجه جديده هي بتتعمل في مصر بس، ودي النقطه الوحيده اللي هتخلينا نكسب الحرب، لان احنا هنقدر نساوم بيها العالم كله. يعني مثلا هيظهر شبيه ترامب وهنطلع لايف على منصه زي تيك توك مثلا، نعمل اكونت جديد ونقعد نقول لهم ان اللي عندكم دوت اي اللي عندكم ده مش بجد، ده ترامب الحقيقي، وشبيه ترامب يقوم عامل اكونت على تيك توك شبيه ترامب الاصلي، ونطلع نقول لهم اللي عنده من ده كذاب، اللي عنده من ده كذاب. محافظات مصر كلها هتبقى في خطر، كلها ما عدا اسكندريه، لان عندهم حمو ملوكه، ده يعرف يخلص اي حاجه في اي وقت. الرساله ديت لنتنياهو، بص يا بابا. بتوع التكاتك هيبداوا يكتبوا جمل على التكاتك تخص الحرب، برضو دوت مصدر تهديد لاي حد يفكر في اي حاجه، بالحب مش بالحرب. لا هي بالحرب دلوقتي يا ابن الورمه، هي دلوقتي بالحرب، مفيش حب دلوقتي يا ابن الورمه. لو قلبك جايبك تعالى وهات حبايبك. طب ليه يعني؟ ليه ما احنا قاعدين ساكتين؟ ليه تجيب حد عندنا؟ ليه ملوش لازمه؟ ليه تدخل حد وسطينا؟ لو هفك الشوق انا مستنيك فوق في الجنه يا عريس الجنه يا ابن الورمه. بتوع التكاتك اللي مش هيكتبوا جمل هيشاركوا في سلاح الطيران، وهيمشوا عكس بالطيارات برضو، وهيقعدوا يزنوا على اي حد، وهيركبوا ليد بطول الطياره، يعني الطيارات كلها هتبقى متركبه ليد، وهيركبوا في الطياره سماعات JBL كبيره جدا، البيزه بتاعتها بتبقى اعلى من صوت اللي بيغني، انت مش هتسمع كلمات، انت بتسمع البيزه بس كده، وهيقعدوا يخمسوا بقى بالطيارات في الجو، وهيكسروا اشارات وهيهربوا من الرادارات. صفرات الانذار بتاع الحرب هتكون مزمار عبد السلام، عشان دي تبقى حاجه مميزه لينا احنا، نفهم ان دي بتاعتنا احنا، المزمار عبد السلام اول ما يشتغل دي بتاعتنا احنا، دي مش بلد تانية. العيال الصغيره الاندر ايدج اللي بتلبس اوفر سايز وبيحلقوا مولد هيزاولوا الطيارات الليزر الاخضر، وخلي بالك هينجحوا في الموضوع، هيوقعوا طيارات كتير جدا لان العيال ديت ولاد ابلسه. اسلام سعد بتاع البدل هيستغل الموضوع زي بلبن برضو، هيعمل كامبين جامد قوي، هيعمل بدل حرب وهيحط عليها يناشين كتير ونجوم ونسور وحاجات من دي، ويجيب لعيبه الاهلي كلها يلبسها لهم غصب عنهم، ما اعرفش هو ماسك عليهم ايه. لو الحرب العالميه الثالثه مصر هتشارك فيها رسميا، ويبقى عندنا خلاص شهاب الدين وعبد الله التركي هيعملوا ليب سينك على اغاني وطنيه. في حاجه مهمه جدا في الحرب ديت اللي هتنقذ برضو البلد، جيش عبد الله التركي، جيش حمو ايهاب، كاتبه 3 سبعات، كل الحاجات دي مهمه، ده وقتهم، يعني الحاجات دي كان الناس دي بتكونهم عشان الوقت ده. المتحدث الرسمي للحرب هيكون كروان مشاكل، عشان ما حدش يفهمه من العدو، عشان ما حدش من الاخصام يحاول يترجم الشفرات اللي هو بيقعد يقولها، احنا بس اللي هنكون فاهمينه، يعني هنحاول برضو. مولي هيفضل يجيب لسوزي ورد بدون سبب والحرب شغاله، يعني خلاص العالم بينتهي ودول عمالين بقى يغنوا مولي والحاجات اللي الحاجات التحفه دي، حاجات مجانين، الحاجات دي ده الحب، دي العلاقه اللي انا اتمنى اعيشها، ويلمحوا لبعض ان هم خلاص بيحبوا بعض. والبنات اللي هي تحت 11 سنه اللي لسه بتقول على البصل وحوح، يقولوا لهم انتوا لا انتوا شكلكم بتحبوا بعض، لا ده في حاجه خلي بالك، في حاجه بينكم، شكلكم حلو قوي، يا رب واحد زي ده، يا رب واحد زي اللي بيتفرج ده، يا رب واحد زي ده. وبعدها السوزه هيتقبض عليها. احمد الفيوم هيبطل يرقص في ضرب جامد جاي من ورا، لان الضرب هيكون جاي من كل حته. لو الحرب بدات لازم تعمل بلوك لكل الصحفيين بتوع التيك توك، صدق او لا تصدق بقى، شفت اللي حصل في الحرب؟ ما شفتش؟ تعالى، لا انا لو جيت لك ظبطها وبويكا وكل بتوع السكتشات الاكشن الدراما بتوع التيك توك هيشاركوا في الحرب دي، بس هيقعدوا يزعقوا كتير للعدو، ويقعدوا يسقفوا للعدو ويخبطوا على صدره وبتاع، بس ما حدش ياخد فعل، يعني هو يقعدوا يزعقوا كتير من غير اي فعل، يعني مش هتعمل حاجه، انت حتى مهما تعمل لي حاجه انا مش هعمل لك اي حاجه، ممكن في الاخر بس كده اقوم مديك ضربه على الهوا اللي هو بننهي بيها الفيديو،
بينهم ماسكين الكاميرا مطلعينها لفوق كده كده الفيديو خلص، وتنزل بصوت السيف. استنى الجزء الثاني بقى، الحرب الجايه باذن الله اوريك انا ضربته ازاي. مش هتنزل الفيديو الجاي، مش هينزل. البنات بتوع التيك توك هيعملوا ليب سينك كتير جدا على اغاني الحرب والاغاني الوطنيه والحاجات دي، ويقعدوا يعملوا كده ودي عند القلب كده اللي هو دي وكده. ملك دهشان مش هتكون فاهمه حاجه في اللي بيحصل، هتقعد تقول له مش فاهمه حاجه في يعني ايه الحرب دي، مش فاهمه حاجه، انا مش فاهمه حاجه في الحرب دي يعني ايه يعني. معتز علاء هيبقى اجمل شاب في مصر بجد، لان مش هيبقى فيه غيره، هو الوحيد اللي هيفلت من الحرب دي، ما حدش ياخد باله منه. الشيخ خالد فؤاد عوض هيفضل مكمل في اللي هو بيعمله، لان هو هيدي الخطبه بتاعته يوم الثلاث، لان خلاص ما فيش حد هيحاسبه، فهو هيبقى لوحده في مصر كلها، مش هيبقى في حد قاعد قدامه. معتز علاء مش هيحضر له خطبه لان هما الاثنين مش بيحبوا بعض. بتوع اللايفات خلاص هيكملوا شحاته في الاشارات، خلاص بقى لان النت هيتقطع غالبا في مصر كلها، فمش هيبقى في نت، هينزلوا يكملوا شحاته في الاشارات، يبيعوا مناديل مثلا لاي حد متعور. هم بقى والبلوجرز والتيك توكرز واليوتيوبرز وانا وكله هينزل يشحت في الاشارات. العيال المجانين بتوع سناب شات هيمشوا يدوا ستريك لبعض في الشارع، ولا ستريكس ولا ستريكات مش عارف اسمها ايه. الحرب وهي شغاله بقى وستريك بقى وايه، ولع معاكم بقى الحرب ناو بقى. انا والشهيد ساره هاني وكل البلوجرز بتوع انستجرام هيطلعوا يعلمونا ازاي نعمل سكين كير ضد الاشاعات، ضد الانفجارات النوويه، تحافظ على بشرتك. انا بس عايز اقول لهم حاجه، ان احنا بشرتنا مش هتكون موجوده، يعني الدماغ دي ممكن ما تكونش موجوده اصلا، فمش هلاقي حته احط فيها السكين كير. المصريين هيمشوا يصوروا اي حد يشوفوه، اي حد مثلا من الاخصام من الاعداء بيحاول يضرب عليهم، ماشي بدبابه ماشي بطياره، هيصوروه ويرفعوه على فيسبوك ويكتبوا منشن لوزاره الداخليه. وانا مش فاهم الصراحه، ما الداخليه عارفه، يعني ما الداخليه عارفه ان في حرب، انت بتصور لمين؟ مش هنا، مش ده اللي بيتصور، مش ده اللي بيتصور دلوقتي، هو مش كاسر عليك اشاره، مش ده اللي بيتصور، مش سواق توك توك اللي انت بتصوره. في حرب يا عم، تصور معاه. دكتور محمود صلاح هيطلع يطرطق علينا كلنا ويقول لكم انا صح ويمشي مالط في الشارع يحتفل ويعمل احتفال الطياره بتاع ابو تريكه ويقعد يقول لكم هتكون في خناقه كبيره قوي بين دكتور جوده ودكتور ضياء العوضي، خناقه شرسه هتبقى اهم من الحرب العالميه الثالثه، لان دكتور جوده هيبقى مقتنع ان الحرب العالميه الثالثه دي مش هتخلص غير بسم النحل، هنمشي نرش على كل الناس سم النحل كله هيموت، ما هو سم. دكتور ضياء العوضي اصلا هيطلع يقول لهم حرب ايه؟ ما فيش حاجه اسمها حرب اصلا، يعني ما فيش حاجه اسمها حرب، انا مشيت على نظام التزريطات ومفيش اي حاجه اسمها حرب. ولو في حاجه اسمها حرب اقطع بيض، اقطع فراخ، اقطع لحوم، خضروات، فواكه، مش الحرب هتخلص. انا ما شفتش حد بياكل بيض ما عندوش حرب، اي حد بياكل بيض هيحارب، ما تاكلش بيض. بعد الحرب ما تخلص في ناس هتستغل الموضوع بتاع الحرب ده بقى جامد. مدام منى الشاذلي هتجيب كل الابطال بتوع الحرب، كل الناس اللي عاشت هيجيبوهم حلقات الى ما لا نهايه، هتجيبهم كلهم وتقعد بقى تقول لهم احكي لي بقى من الاول بقى، احكي لي من اول شراره بقى، من الاول خالص بقى، من ايام ما انت كنت نطفه. بعد 10 سنين هيطلع عيال بيض هيقعدوا يقول لك هو في رجاله؟ ما الرجاله ماتت في الحرب، ملحوسه، بس اللي بيقول الجمله دي هو بيبقى راجل، بس هو بيبقى حاسب نفسه من المهندسين تقريبا. المنتجين هيعملوا افلام جديده تتكلم على الحرب بقى، مثلا زي الطريق الى ديستريكت 5، الرصاصه لا تزال في شروالي، محطات كتير في المترو هتتغير، هيكون في مثلا محطه الشهيد كروان مشاكل، محطه عريس الجنه، محطه الشهداء 2. بس كده يا جدعان، ده كان فيديو النهارده. ربنا يحفظنا ويحفظ الامه الاسلاميه ويحفظنا جميعا، ويبعد عنكم اي حرب واي شر واي عيل اصفر. تقولش كلمه اصفر دي اصلا، انت كبرت على الكلام. بس اعمل لايك للفيديو، ليه؟ عشان دي شحاته، لان اللايك للفيديو بيخلي الفيديو يجيب مشاهدات اكتر، فلوس اكتر، فيديوهات اكتر. الموضوع سهل وبسيط قوي يعني. وبس كده، انا هشام سكر، وده التيت والشريط. الرساله ديت لنتنياهو. بص يا بابا، انا ليا اخواتي في قطر وانت بتخبط في قطر، تمام؟ هتزعل منه ورب اللي خلاني وانت مش حمل خصومتي.